ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع حنان اللول. النهارده هنعمل نوع من الاسماك، نوع حلو جدا وهو سمك المكاريل. سمك المكاريل معروف ان هو بيبقى في الطواجن والحاجات المشويه بيبقى طعمه حلو جدا جدا، خصوصا كمان لما تعملوه بطريقه حنان اللول. يلا نشوف هنعمله ازاي. المكونات بتاعتنا: معانا حبه خضار حلوين جدا، بصل، ومعايا فلفل رومي وفلفل شطه وطماطم وجزر. مقطعه كل ده جوليان رفيع جدا، والبصل والجزر مقطعاه مبشور بقى، مش مقطع بالمبشره بتاعه البصل. اتس اوكي لحد كده تمام. قطعنا شويه الخضار، خدنا حبه من الخضار دول السليم وعملناه مكعبات علشان نحطه ارضيه في الصاج او الصينيه اللي احنا نحط عليها السمك قبل ما يدخل الفرن علشان ما يتحرقش مننا. طبعا مش عايزه تضيف الخضار ده ومش مش مستحب عندك او مش متوفر، تقدري تضيفي ورق زبده. تمام لحد كده. هنجيب بقى سمك نغسله كويس جدا ونجهز الخضار اللي احنا قطعناه جوليان. هنحط عليه توم مفروم وكمون وحبة ليمون كتير بقى، عصير ليمون. وهتفضلي تفرميهم كويس جدا كده مع بعض بايدك علشان ينزل كل العصارة بتاعته. دي الحشوة بتاعت السمك. عايزة اقول لكم الحشوة دي بتكون طعمها احلى من السمك حرفيا. هنجيب السمك بتاعنا بعد ما غسلناه كويس جدا في محلول النقع اللي انا قلت لكم عليه قبل كده كتير، هنزله لكم في الديسكريبشن هو عباره عن ايه. هجيب بقى السمك بعد ما غسلته كويس جدا ونشفته، هحط عليه حبه من الكمون والملح الابيض. حابه تضيفي اي حاجه تاني من التوابل براحتك، بس هو السمك مش عايز غير كمون وليمون بس كده يا ست الكل. وتظبطي الملح بتاعك. كده يعتبر ان انا بتبل السمكه قبل ما احط الخضار بتاعي، والخضار معايا متبل كويس جدا وفي ليمون. بعد ما حطيت التوابل بتاعتي دي اللي هو الكمون والملح على السمك، هديله بقى ليمون. اديله السمك بقى، اديله ليمون كتير قوي، حبيبه الليمون. تمام لحد كده تمام. عايزه افكرك بقى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفيني. لو انت بقى مشتركه في القناه بتاعتي يا ريت تعليق حلو منك كده يشجعني. فيديو النهارده حلو جدا وسهل وبسيط، وكمان فيديو قصير، يعني الوصفه هتاخديها في منت. يلا بينا ونشوف على التركه التانية. بعد ما تبلنا السمك بتاعنا بالكمون وادينا له الليمون، ما ننساش اللايك الجميل. نجيب بقى الخضار بتاعنا اللي احنا جهزناه كله جوليان. جبت طماطمايه كبيره، بشرتها بالمبشره اللي انا بشرت بيها الجزر، وضفتها على الخضار، وحطيت الجزر على الخضار اللي انا مقطعاه جوليان رفيع جدا، اللي هو الفلفل والطماطم والبصل والفلفل الرومي والفلفل الشطه، وظبطت الكمون والملح بتاعي وضفت عليه عصير ليمون. هجيب بقى الخضار اللي انا سبته مكعبات، هحطه في الصينيه. تمام. والخضار اللي انا مقطعاه جوليان وتبلته، ده هيبقى الحشو بتاع السمك بتاعي. عايزه اقول لكم حرفيا الحشو والخضار ده بيبقى طعمه حلو جدا، احلى من السمك قسما بالله. تاكليه مع رز بقى مع الطحينه، حاجه كده روعه. هجيب بقى السمك بتاعي بعد ما تبلته واديته ليمون، هرصه على الخضار اللي انا قطعته مكعبات. تمام لحد كده. مجهزين طبعا الخلطه بتاعتنا اللي هي حشوه الخضار اللي احنا مقطعينه جوليان. تمام يا ست الكل. هنحشي بقى السمك بتاعنا. اظن كده الفكره وصلت لكم. فتحنا السمك بتاعنا سنجاري وغسلناه كويس قوي، وضفنا حبه خضار في الصاج او الصينيه اللي هيدخل الفرن علشان ما يتحرقش. طبعا تقدري تستغنى عنه وتضيفي ورق زبده، بس انا عايزه اقول لك الخضار ده انا بحب اكله جدا مع حبه رز صياديه بقى او حبه رز عادي، رز ابيض، مع السمك مع الطحينه والسلطه. كمان ساعات مش برضه اعمل السلطه علشان الخضار ده بصراحه يعني غني جدا، يعني نفس الفايده بتاعت السلطه. فباستغنى عن السلطة وباعمل الطحينة بس. تمام يا ست الكل. طبعا مع عيش بلدي بقى يعني ما تتوصيش في الأكلة دي. هندخله الفرن، وده شكله بعد ما خرج. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير. بتاعي حلو منكم، والسلام عليكم.